ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، ورش يجسد طموحات كروية كبيرة. في قلب العاصمة المغربية الرباط يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن دينامية عمرانية مميزة، حيث يخضع لعملية إصلاح شاملة تعد واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية الرياضية في المملكة، استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. فما هي أبرز التغييرات؟ وما الذي يميز هذا المشروع الطموح؟ الأول، مدرجات جديدة بهندسة دقيقة. من خلال المعطيات والصور الميدانية نرصد تقدما كبيرا في بناء المدرجات الخرسانية، حيث تم إنجاز جزء هام من الهياكل القاعدية. ما يلفت الانتباه هو الحرص على احترام أدق المعايير الهندسية في عملية الصب لضمان صلابة البناء وجودته. وقد تم تصميم هذه المدرجات لتوفر رؤية واضحة ومريحة من مختلف الزوايا، مما سيمنح الجماهير تجربة مشاهدة متميزة. السقف الثاني الحديث بدعائم قوية، تظهر الأشغال تثبيت أعمدة ضخمة ودعائم معدنية تستخدم لتركيب سقف مبتكر يغطي كافة جنبات الملعب. هذا السقف ليس فقط لحماية الجماهير من العوامل المناخية، بل يعد جزءا من منظومة معمارية متطورة تدمج بين الجمالية والوظيفة. الهيكل المعدني يعطي للملعب لمسة عصرية تعكس روح التجديد. ثالثاً، تجهيز المرافق الداخلية والممرات. تتواصل الأشغال داخل الممرات التي ستربط مختلف أجزاء المنشأة مع تجهيزات دقيقة لضمان سهولة التنقل سواء للجمهور أو للعاملين. كما يتم إعداد مساحات مخصصة للخدمات مثل مخارج الطوارئ، المطاعم، ومناطق VIP. الهدف واضح: ملعب لا يستخدم فقط لكرة القدم، بل يقدم تجربة متكاملة في الاستقبال والضيافة. أشغال متقدمة تقترب من خط النهاية. الصور الأخيرة تؤكد أن المشروع دخل مراحله الختامية، حيث بدأ تركيب الواجهات الخارجية والمقاعد داخل المدرجات. كما يتم العمل على الأنظمة التقنية مثل الإضاءة، التهوية والصوتيات لتوفير أجواء مريحة سواء في النهار أو أثناء المباريات الليلية. خلاصة المشهد: المشروع يسير بخطى ثابتة وسريعة في التزام واضح بالآجال المحددة. الاعتماد على تقنيات حديثة في البناء يعكس الاحترافية العالية التي تدار بها الأشغال. الملعب الجديد سيكون جاهزا لاستقبال أكبر التظاهرات الرياضية وفقا لأحدث المعايير الدولية. ملعب الأمير مولاي الحسن لا يعيش مجرد لحظة ترميم، بل يتحول إلى معلمة رياضية عصرية تعكس طموحات المغرب في تطوير بناه التحتية الرياضية. فهل أنتم مستعدون لاكتشاف النسخة الجديدة من هذا الصرح التاريخي؟ شاركونا آراءكم واشتركوا معنا لتصلكم آخر مستجدات الملاعب المغربية.